هحضر معاكم انجح كيكة شوكولاتة ممكن تعملوها من غير حليب ومن غير بيض ومن غير سمنة ومن غير زبدة ومن غير اي حاجة. كيكة صيامي نباتي هشة وخفيفة وطعمها تحفة، وكمان هنعملها في الطاسة بالظبط، مش هتاخد في ايدك نص ساعة بالظبط، هتعمليها لاولادك. وهنعمل صوص الشوكولاتة كمان صيامي من غير حليب وطعمه يجنن. ما تنسوش قبل ما ابدأ اللايك والشير والكومنت علشان اعرف رأيكم، وطبعا لازم تجربوا الوصفة. وصفة سهلة جدا مش محتاجة مقادير، هتلاقي المقادير عندك كلها في المطبخ. يلا بينا نبدأ، وما تنسوش سبسكرايب على قناتي على اليوتيوب ريهام صبحي ريهام's كيتشن، وكمان متابعة البيج بتاعتي على الفيسبوك، واسيب لكم الصورة قدامكم. ويلا بينا نبدأ. اول حاجة هجيب بولة كده فاضية، هحط فيها كوباية من المية السخنة، لازم تكون سخنة مش مغلية. هقول لكم ليه، علشان لما احط نص كوباية السكر دي تدوب بكل سهولة. هنزل عليها بنص كوباية من السكر، عايزة تزودي شوية يبقى كوباية الا ربع لو انت عايزة مسكرة سنة. المهم هنقلب الكلام ده كله، هنحط رشة فانيليا علشان تقوي طعم الشوكولاتة، هي ما فيهاش بيض بس عشان الشوكولاتة يكون طعمها ظاهر وقوي. هنزل بنص كوباية من الزيت، زيت عباد شمس او زيت ذرة، اهم حاجة يبقى زيت نظيف كده ونقي. هقلب الكلام ده كله، يبقى كوباية من المية السخنة، نص كوباية سكر، ونص كوباية زيت. هنقلب الكلام ده كله، ننزل بمعلقتين كبار من الخل الابيض اللي هو خل الطعام. تمام كده، هنقلب برضو الكلام ده كله، هتلاقوا ان الكلام ده كله داب بسهولة علشان المية سخنة. هاجي بقى في بولة تانية هحط المكونات الجافة، كوباية ونص من الدقيق، دقيق جميع الأغراض، كوباية ونص بس. وبعد كده هحط معلقتين كبار مليانين من الكاكاو الخام اللي هو الكاكاو المر. خلاص، واحسن نوع كاكاو خام ممكن تستخدموه اللي هو كاكاو الاسباني، بيكون غامق ومر وطعمه قوي، طعمه شوكولاته. رشه ملح، ومعلقه ممسوحه من النسكافيه اللي هي القهوه سريعه الذوبان. وبعد كده معلقتين كبار مليانين من النشا اللي هي كورن فلاور. تمام، هنقلب الكلام ده كله على بعضه وهننخله في بعضه علشان ننزل كل البودر واي تكتلات هتتبقى في المنخل بتاعي. بعد كده هضيف بقى، هجيب السوائل بتاعتي واضيف عليها البودر كله اللي احنا حطيناه. واخر حاجة هحطها كيس كيك شيف، هحطها في الاخر، هحط الكيس كله. بستخدم كيك شيف لانه بينجح اي كيكة يعني اكتر من البيكنج باودر بس. وبس هنقلب الكلام ده كله بالمضرب اليدوي بتاعنا. لو لقيتي الخليط خفيف وسايل قوي هتحطي معلقة دقيق، لو لقيتي الخليط بالشكل ده يبقى هي مظبوطة قوي. تمام كده، بس وانا عايزة الخليط يكون بالشكل ده بالقوام ده، ولا اتقل من كده ولا اخف من كده. هجيب الطاسة من غير ما ادهنها اي حاجة، هنفضي الخليط كله في الطاسة بتاعتي وهنسويها على البوتاجاز، يعني مش محتاجين نشغل فرن ولا الكلام ده. يلا بينا على البوتاجاز، هنوزع بس الخليط كويس عشان يكون متساوي في الطاسة، مفيش جنب اعلى من التاني. وعلى نار وسط هحط الخليط وهغطي عليها، وابدأ بعد كده اهدي على اهدى درجة حرارة. نغطي ونهدي على اعلى درجة حرارة، بس تكون الشعلة مناسبة لحجم الطاسة اللي انا مستخدماها. خلاص، تعالوا نعمل صوص الشوكولاتة. نص كوباية من السكر، دي نص كوباية سكر او 5 معالق سكر، عليهم رشة فانيليا عشان تقوي طعم الشوكولاتة، عليهم ربع كوباية من المية، ربع كوباية مية بالشكل ده. وبنحط المكونات كلها فوق بعض، وبعد كده بنزل بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام، وممكن ازود لو عايزه الطعم قوي ازود ل3 معالق كبار كاكاو خام. وبنضرب الكلام ده كله في الخلاط او في الهاند بلندر او بالهاند بلندر. بنضرب الكلام ده كله، وجنبي نص كوباية زيت، وبحط الزيت بالتدريج لحد ما الاقي القوام بتاعي تقل. وانا اللي بتحكم في القوام، عايزاه تقيل قوي سميك ولا عايزاه خفيف او عايزاه متوسط. بتوقفي الزيت، يعني طول ما انت بتضيفي زيت القوام بتاعك بيتقل. خلاص، خلصنا صوص الشوكولاته، هسيبه في التلاجة يهدى شويه. وبعد كده بتكون الكيكه استوت. الكيكه ما بتاخدش على النار اكتر من تلت ساعه. قبل ما بتطفي عليها بتختبريها بطرف سكينه، لو لقيتيها استوت تماما خلاص بتطفي عليها.
وبتسيبيها تهدى شويه، وبعد كده بترفعي الغطا. بعد ما بنرفع الغطا انا بديها تخريمات بالسكينه، وبعد كده اسقيها بصوص الشوكولاته وبس، وقدميها بالشكل اللي انت تحبيه. انا حطيت شويه كرات شوكولاته وشويه رمان، اللي انت عايزاه قدمي بيه، بس في الاخر طعمها حلو قوي. ممكن تقدميها كده وهي دافيه، او ممكن تسيبيها تسقع شويه في التلاجة. المهم هي طعمها في كل الاحوال تحفه، هي سريعه ما بتاخدش وقت خالص، وتقدري تقدميها بالطاسه بتاعتها او تقطعيها وتقدميها في اطباق، بجد تحفه. وتعالى اقدمها لكم في طبق كده جانبي عشان اوريكم قد ايه الكيك بتاعي طري جدا ومستوي كله، يعني مفيش حتت عامله عجينه ولا كده. الشوكولاته بقى لما بتعملوها مش تقيله، بتعملوها سمكها متوسط، بتلاقوها سايحه كده فوق الكيك، بتكون طعمها تحفه. بصوا الصوص كده نازل على الكيك، والكيك كله مستوي وهش قوي، فعلا مش مستحمل ان انا اقطعه حتى بالشوكه. تجنن، طعمها خطير، جربوها ويا رب تعجبكم.